السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو جبت لكم فيديو شامل على تصرفات أو ردود فعل الشعب الجزائري بعد مباراة أو بعد تضييع ركلة الجزاء من اللاعب المخضرم نيمار. على كل حال نخليكم تشوفوا الفيديو تستمتعوا بإذن الله تعالى، تنسوا شوية هموم الدنيا، تنسوا شوية هموم ليكيب ناسيونال وهموم بين قوسين محيوس. على كل حال نخليكم تشوفوا الفيديو ونعود إليكم بعد المباراة. محيوس حتى لو ضيعتها معليش يا محيوس. محيوس يستعيد. محيوس 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 كان ينطق. صباع الكبير وراها، هاو صباع الكبير يا محيوس، هاو صباع الكبير يا محيوس يستعيد. محيوس 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 كان ينتظر في الحارس يتحرك. خالق ضربة الجزاء. السلام عليكم. كما راكم شفتوا يعني ابرز اللقطات، هذو ابرز اللقطات واحسن اللقطات بعد تضييع محيوس ركله الجزاء اللي فريمون حبطنا المورال. صراحة أنا حبط لي المورال لحد الساعة لما نتفكرها يعني نتنرفز، ولكن لما نشوف هذو الفيديوهات يعني نوعا ما نحس باللي يعني راهي معممة، ما راهيش غير عليا برك. على كل حال علاش يا محيوس وعلاش يا محيوس، وكان سددتها كنت قادر تدخل للتاريخ وكنت قادر تلتحق بالمنتخب الأول فاصل مو باعتبار أنك صحيح هداف، لكن بتضييعك لضربة جزاء بطريقة ساذجة هاك حرمت نفسك وحرمتنا معاك وحرمت جميع واحد يحب ليكيب ناسيونال باش يزيد يشوف اسم محيوس يتردد من جديد على المنتخب الجزائري. على كل حال هذا هو المكتوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.